صباح السعادة عليكم حبايبي واخواتي، فيديو جديد مع يوم جديد النهاردة. صلوا على النبي الأول ووحدوا الله. فيديو حلو جدا هيعجبكم، مليان كله حاجات ومفاجآت، وعايزة أكلمكم في شوية حاجات كده برضه. آه، أولا أنا جبت النهاردة من بطة دكر بط. عايزين نعمل أكلة سخنة دسمة كده في الحر اللي احنا فيه. أكلة سخنة دسمة في الحر اللي احنا فيه ده. طبعا الاكلات دي ما بتنفعش للحر ده، بس الصراحه احنا توحشنا نعمل اكله حلوه كده. جبت دكر بط النهارده وحطيته، طبعا هسلقه سلقه عاديه خالص. غسيل الطيور هعمله لكم فيديو كامل ان شاء الله، هنزله لكم في مره. ان انا اوريكم غسيل الفراخ. حطيت طبعا البطة على ذكر البطة على النار، حطيت معاه ورق لورو، حبهان، جوز الطيب، فلفل أسمر، بصلاية، طماطماية، طبعا زعتر. ده لازم، اللي كنت بوريهولكم ده اسمه زعتر يا جماعة، بيقلل ريحة الزفرة في الطيور البلدي بالذات. حطيتها على النار وخليتها بقى مع نفسها. حط اللايك يا حبيبة قلبي منك ليها. عشان فيه بصراحة اخواتي وحبايبي، واللي مزعلني جدا جدا ان في ناس من حبايبي ومن اخواتي اللي قريبين عليا، اولا ما بيتفرجوش على الفيديو، ما بيجينيش نسبة المشاهدة بتاعتهم. بشوف التعليق وما بيحطوش اللايك. ليه؟ انا ما استاهلش معاكم ان احنا نحط اللايك ونسبة مشاهدة حتى لو 20%. يعني 20% من نسبة، يعني لو هو الفيديو 7 دقايق ولا 5 دقايق، دقيقتين معلش عشان خاطري، عشان تنزل بس المشاهدة. ده اللي مزعلني، ويا ريت من حد غريب، ده من ناس حبايبي جدا، يعني اللي بيتفرجوا على الفيديو ما بيجيش نسبة المشاهدة بتاعتهم ولا بيحطوا اللايك. طبعا انا جبت 2 كيلو من البتنجان، حبيت اخليلهم معاكم، وكمان عشان انا بحب تبقى فيه مخللات في التلاجة معايا. سلقتهم. اوعي البرنجان اللي هتسلقيه وعايزه تخليه زي المحلات بالظبط، تسلقيه نص سلقي، يعني ما تبقاش سلقه كامله، عشان ما يبقاش ناعم معاكي، يبقى كده ماسك نفسه زي ما انتوا شايفين بالظبط السلقي. ده زي طريقه المحلات بالظبط. احنا عندنا هنا محل، وعرفنا الاسرار بتاعه المحل كده، ايه اللي بيخلي البتنجان المخلل طعمه حلو. هي دي. وطبعا الخلطه عباره عن عن بنجر، طماطم، بنجرايه، مع قرنين فلفل من الخضر وقرنين فلفل حمر، فلفل، ليمون، توم، كمون، فلفل اسمر، اي بهارات اللي انتوا عايزينها برضو حطوها، وكله يتضرب في الخلاط زي ما انتوا شايفين. القلب بتاعه يبقى احمر وتبقى جميله كده وحلوه. نخلي المخلل بعد ما نملحوه ونخللوه كده، نرشه عليه كام ليمونه، ونقطعه ليمون برضو سلايس زي ما انتوا شايفين كده، وخليه معاك 20 يوم يفضل في التلاجة. ان شاء الله لو 20 يوم، يعني معاكي من يوم ل20 يوم، بس بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم دي. بص ما شاء الله عليه، ولا حول ولا قوة الا بالله. بلح بلح يا بنات. حط اللايك يا اختي منك ليها وحبيبة قلبي، وصلوا على النبي وحيد الله، دي اهم حاجة عندي. الا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا اشكر حبايبي واخواتي اللي كانوا بدعموني واقفين معايا. نزلت كذا فيديو مش بصوتي، فلقيتهم، وكنت تعبانة الفترة اللي فاتت، الحمد لله على كل شيء. فالحمد لله دلوقتي خفيت يا بنات، وبقيت حلوة، وبقيت أشوف إن شاء الله، ونرجع تاني نعمل فيديوهات مع بعضينا أكتر وأكتر، ونرجع نفتح بس بإذن الله. بس شوية كده. طبعا حطينا المخلل في التلاجة. هعمل بقى من النهارده، كنت في السوق جايبه شويه طلبات برضو مع البطه كده يعني. طبعا حبيت اوريكم الفيديو كامل متكامل، يعني الوجبه من اولها لاخرها، من البتنجان المخلل حد البطاطا. طبعا انا هشوي البطاطا شويه عاديه برضو، بس في فرن البوتاجاز. هنغسلها غسله حلوه كده ونرموها كده زي ما انتم شايفين في فرن البوتاجاز، تطلع جميله ومشويه، زي احلى كمان اللي بتشتريها جاهزه، احلى من الراجل بتاع العربيه ده بكتير جدا. بالذات لما عايزه اشوي بطاطا في البوتاجاز، اشويها تجيبها رفيعه، ما تجيبهاش غليظه. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، ويخلي لنا اولادنا، ويفتح لنا ابواب الرزق والخير والهنا والسعاده. بصوا ما تنشفوش البطاطا، خلوها كده تطلع حلوه مقرمشه كده وجميله.
تبقى مستوية وجميلة، ما تبقاش محروقة. ربنا يا رب يصلح ما بين أيدينا، حبايبي واخواتي وحبايبي، وربنا يسعدكم جميعا يا رب. بص انا طلعت البيضة، بص القلب بتاعها، شايفين يا بنات الجمال؟ تسلم ايدك يا ام هاني. ايه الجمال ده، بص الجمال، احلى احلى كتير من اللي بتشتروها جاهزة والله. نجيبوا الحاجة كده ونفرح ولادنا ونعمل حاجتنا ببيتنا كده. بصوا جميلة، بس سخنة سخنة كانت سخنة جامد. صلوا على النبي وحدوا الله. عايزين القناة تكبر يا بنات كده، والله العظيم الواحد زعلان. انا حاسة كمان الفترة دي ان انا ما بفتحش بسات ولا بفتح، مش لاقية حتة دعم معنوي يعني، فاهمين؟ حتة مش دعم مادي، لا دعم معنوي يعني. نرفع نفسنا بنفسنا، نرفع مع بعضينا. طبعا عملت حبة ملوخية كده حلوين، انا منزلة طريقة الملوخية كذا مرة معاكم على القناة. اللي عايز يخش على الملوخية الخضراء بعرقك دي، أنا منزلاها كذا فيديو على القناة الصغيرة وعلى القناة الكبيرة، على السيرش وعلى القناة الكبيرة. تبقى خضراء وجميلة كده وناعمة وحلوة جدا. حبة فلفل، حبة رز مفلفلين برضو. والبطة طلعت بالشكل الجميل ده. دهنتها شوية زيت، حتة زيت مع معلقتين سمنة، دهنتها على الوش كده وحطيتها في الفرن. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، طلعت جميلة وحلوة. وده كان غدانا يا حبايب قلبي. يا ريت ما تنسنيش في اللايك. ربنا يا رب يصلح ما بين حالنا وحالكم، ويفرحنا بحبايبنا وبولادنا، ويحسن ما بين أيدينا. يا ريت تنسونيش في اللايك والاشتراك. تنسوش حبايبي اللايك والاشتراك والدعم للحتة لو بالكلمة الطيبة لأختكم حبيبتكم أم هنا. نفسنا القناة تكبر وتكبر بيكم إن شاء الله، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، مع ألف ألف سلامة.